السهل الممتنع. صينية الفراخ دي أسهل منها مفيش وأطعم منها مفيش، وكمان بتتعمل من غير مية ولا فرن ولا زحمة بهارات، كلها كده على البوتاجاز وفي حلة، يعني في صينية واحدة. هقول لكم ازاي. أول حاجة خالص أنا بجيب الصينية اللي أنا هعمل فيها، بحط فيها معلقة سمنة كده، وبكون محضرة بصل حلقات. دول 4 بصلات كبار، قطعتهم حلقات كده، مش تخينة قوي ومش رفيعة قوي. بعد كده لما تكوني سخنتي السمنة جامد، تكوني منشفة الفراخ من أي مية، وبعدين هحطها في قلب السمنة كده تاخد لون. الصينية دي يعني ما بتديش لون قوي. الأحسن ان انا كنت عملتها في الجريل، بس انا ما حبيتش بقى ان انا اعمل دوشة مواعين واحمرها في نفس الصينية اللي انا هطبخها فيها يعني. حطيت الفراخ كده، والحتة اللحمة دي اللي هي زي البانيه دي، انا ببقى شايلاها من الكتف، ما بحبش يبقى تخين كده، فبحب يعني اشيل الجلدة كده، اخد من تحتها حتة بانيه كده واقوم مغطيها تاني بالجلدة. هحمرها بقى تاخد معايا لون كده. شايفين ما ادتش النتيجة المظبوطة قوي زي ما بعملها مثلا في الجريل، بس مش مشكلة، المهم انها خدت صدمة. بعد كده هرش عليها رشة فلفل اسود، وهي دي كل البهارات، هو الفلفل الاسود وطبعا الملح. بعد كده هقلبها اليمة التانية، هي توديها كمان رشة فلفل اسود. بعد كده بقى هشيلها في قلب طبق جانبي علشان اكرمل البصل بتاعي. البصل انا مش هحط كله، البصل هاخد ربعه وهسيب 3/4 في قلب الطبق. هكرمله كده على نار عالية على طول. وبعد كده خدي بالك لو حسيتي ان النار عالية بتاعتك قوي، خليها وسط، لان انا مش عايزة فيه اي ريحة تحمير، انا عايزة بس يدبل ويبقى متكرمل كده، لانه بيبقى مسكر جدا. بعد كده بقى بيكون لم كل البهاريز كده وبيبقى كرمل وحلو. هحط بقية البصل بتاعي وارش عليه الحدق، واحط عليه كمان اللي هو الملح يعني، واحط عليه فلفل اسود، واحط عليه مكعب مرق الدجاج. بسرعة بقى عشان مش عايزاه يتكرمل ده كمان، انا عايزاه ني، يبقى فيه جزء متكرمل وجزء ني. هقلبه كده في السريع، وممكن كمان اختياري احط قرن شطة حراق يعني، تقدروا تستغنوا عنه. هحط بقى الفراخ بتاعتي كده، وحاولي ان انتي تنزليها تحت في قلب البصل ده والحاجات دي كده، وتقلبيها. هغطيها بورق فويل بقى كده، وهسيبها تقريبا نص ساعة، خدتش وقت خالص. لو عايزة بقى تديها لون كده، نزليها تحت الشواية 5 دقايق، مع ملاحظة منك هتبقى معاكي باللون الجميل ده، والريحة جميلة، البصل متكرمل وطعمه مسكر قوي قوي قوي. سهلة وسريعة لأي حد يعني داخل المطبخ جديد، وبألف هنا.